السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم مزيانة. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله نقدم معكم السفنج بطريقة سهلة مبسطة اللي كيجي زوين بزاف. دابا إن شاء الله ندوز معكم المقادير. سمحوا لي أخواتي، نسحب راسي كنصور، أنا راه مصور حتى شي حاجة. المهم كناخد نص كيلو تاع الفورص، كنعمل فيه القليل من الملح حسب الذوق، والخميرة باش غنخمرو السفنج ديالنا، والقليل من السكر. صافي وكنعجنوه بالما دافي. العجينة كتكون بهذا الشكل هذا. السفنج كيبغي العجينة كتكون مرخوفة مزيان، ودهنتها بالقليل من الزيت. صافي وخليتها حتى خمرات كما كتشوفوا. بعد ما خليت العجين ديالي خمر مزيان بهذا الشكل هذا، غادي نحاول نفرغ منه داك الهواء. صافي وكنعاودو نقطعوه هكا كويرات صغار، الحجم اللي بغينا حنايا. بغينا السفنج كبير او صغير او متوسط، انا درتو بهذا الشكل هذا متوسط الحجم. كنكورو حتى نكملو كامل. كندير يدي في الزيت وانا كنقطع حيت العجين كيكون كيتلاصق معانا. صافي في هاد الاثناء كنعمل المقلات كيسخنوا. هنايا خديت مقله صغيره اللي كندير فيها غير شويه تاع الزيت، والمقله واحده اخرى كندير فيها الزيت كتير شويه. كناخد دوك الكويرات اللي حنا وجدنا كنعملوهم بهذا الشكل هذا. راكم عارفين الطريقه تاع الشفنج كيفاش كنديروا ليها. صافي غير كنشد راسها في هذه المقله الاولى وكنهزها وكنحطها في المقله الثانيه. النار كتكون منقوصه، ما نخليوش النار مجهده حيت هو دغيا كيطيب معنا. وهنايا كما كتشوفوا كندير واحد المعلقه وانا كنهز الزيت وكنحط فوق هذيك السفنجه، كنخوي فوقها الزيت. سبحان الله العظيم، حنا كنخويو الزيت وهي كتزيد كتنفخ وكتنبل، كتجي دايره دوك الفقاعات، كتجي زوينه بزاف. هنايا غادي نقص النار شويه حيت دغيا كيطيب كما كتشوفوا. صافي وكنقلبها للجهه الاخرى وكنخليها حتى تحمر. كنعاود ناخذ كويره واحده اخرى كنعملها بهذا الشكل وكنحطها في المقله الاولى. بين ما طابت هذه كنحيدها وكندير الاخرى. هانتوما اخواتي كيفاش كيجي هكا منبل وكيجي زوين. مره كنتشهاو بحال هكا السفنج كنقادو هكا بالدار احسن ما نشروه من الزنقه. راكم عارفين الزيت تاع براق كيقليو فيه شحال من مره، يعني ما كيبقاش زوين. الاحسن هكا نصيبو في الدار، ماشي شي حاجه كتيره وبسيط بزاف، غير هو ما نصيبوش دائما. صافي وكنقلب بهذا الشكل هذا. هنايا راه عندي النار شويه الزيت سخنات بزاف، حاولت كنقص بزاف النار باش هكا يطيب على خاطرو. صافي اخواتي وكنستمر بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا كيجي محمر وكيجي هكا منفوخ ومنبل، كيجي زوين. ضروري فاش كنحيدو السفنجه كنحطها في المقله الاخرى، ضروري ما كنديرو ديك المعلقه وحنا كنخويو بالزيت فوق السفنجه باش هكا كتجي كتنفخ معنا اكثر واكثر وكتنبل معنا. صافي كنوضعو في واحد الشبيكه هكا اللي كنكونوا فرشين فيها ورق النشاف. كما كتشوفوا اخواتي قد ما كنخوي الزيت وهي كتنفخ معانا. صافي غنحاول نقلبها للجهه الاخرى ونخليها تتحمر.
صافي اخواتي، وغنستمر بهذه الطريقة حتى نكمل كاع الكمية اللي عندي. ما شاء الله راه كيخرج كمية لا بأس بها، تقريبا عطاني شي 14 وحدة ولا كتر. صافي بعد ما كملت السفنج ديالي كيجي بهذه الطريقة هذه كما كتشوفوا، كيجي هكا منفوخ ومنبل بحال الشكل تاع السفنج تاع الزنقة، كيجي احسن منه بالنسبة للمذاق، بالنسبة للزيت نقية، بزاف د الحوايج. نقطع معكم واحد الوحيدة نشوفوا كيفاش جا. راه كيبقى واخا يبقى حتى الغدلي وتعاودوا تسخنوه، راه كيولي كيجي احسن واحسن كيجي زوين بزاف الصراحه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. انتم اخواتي كيفاش كيجي خاوي من الوسط هكا مجعب. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه والمشاهده ديالكم. ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج. شكرا لكم بزاف ومع السلامة، وفيديو قادم إن شاء الله.